في تحول غير مسبوق في خارطة الشعبية الكروية عالمياً، تصدر الهلال السعودي مشهد التفاعل والجماهيرية، متجاوزاً حتى أندية أوروبية عملاقة كريال مدريد في عدة مناطق حول العالم، وذلك عقب مشاركته التاريخية في كأس العالم للأندية 2025. وفقاً لمنصات تحليل البيانات مثل جوجل تريندز وكروت تانجل، سجلت حسابات نادي الهلال نمواً تخطى 6 ملايين متابع خلال أسبوع واحد فقط، عقب انتصاره الكبير على مانشستر سيتي. كما أظهرت مؤشرات البحث العالمية أن الهلال تفوق على ريال مدريد من حيث عدد مرات البحث في السعودية، الخليج، إندونيسيا، ماليزيا ونيجيريا. صحيفة لو باريزيان الفرنسية وصفت الهلال بأنه الفريق الآسيوي الذي خطف الضوء من ريال مدريد وتشيلسي. أما صحيفة The Athletic فذكرت أن الهلال بات حالة تسويقية عالمية بعد أن أصبح الفريق الأكثر تفاعلاً على منصات تيك توك وإنستغرام بين جميع الأندية المشاركة في البطولة. متجر الهلال الإلكتروني سجل مبيعات تاريخية، واحتل قميص ماركوس ليوناردو المركز الثاني عالمياً في قوائم الطلب في الأسبوع ذاته، خلف قميص مبابي فقط بحسب موقع فوتي هيدلاينز. وفي أمريكا اللاتينية بدأت جماهير بعض الأندية البرازيلية والمكسيكية تتداول صوراً للهلال مع تعليقات تشير إلى إعجاب غير مسبوق بناد عربي، على الرغم من أن ريال مدريد لا يزال الأعلى من حيث الشعبية العالمية عموماً، إلا أن الهلال تفوق عليه زمنياً وجغرافياً في فترات ومناطق محددة. في السعودية الهلال سجل 3 أضعاف حجم البحث مقارنة بالريال. في آسيا الإسلامية الهلال تقدم في مؤشرات ماليزيا وإندونيسيا. في نيجيريا والسنغال الهلال بات من بين أكثر 5 أندية بحثاً بعد نجومية سافيتش وليوناردو بالمحفل العالمي. حتى في فرنسا سجل الهلال دخولاً غير مسبوق في قائمة 10 الأوائل الأكثر تفاعلاً بعد فوزه على السيتي. الفقرة الختامية: خلاصة وتحول تاريخي. لم يعد الهلال مجرد ممثل للكرة السعودية أو الآسيوية، بل أصبح في نظر كثيرين نادياً عالمياً جديداً ينافس على المستوى الجماهيري والتسويقي، ويكتب فصلاً جديداً من تاريخ الشرق الأوسط في كرة القدم. جماهير الهلال التي طالما كانت ركيزة النجاحات المحلية، باتت اليوم تعد بين الأكبر تأثيراً على مستوى الكرة العالمية،